في 19 أبريل مات دكتور ضياء العوضي بفندق بدبي جلطة قلبية. عمره كان 47 سنة. خلال 48 ساعة السوشيال ميديا ولعت، الناس صارت تقول اغتالوه، شركات الدواء وراه وقالوا انه استشهد وهو عم يقول كلمة الحق. بس بنفس الوقت صرنا نسمع أصوات أطباء عم يحكوا عن مرضى دخلوا العناية المركزة ببساطة لأنهم وقفوا الأنسولين، وحكوا عن وفيات بس بسبب نصائح الدكتور العوضي. طيب سؤالي مش إن كان ضياء العوضي شخص طيب ولا شرير، ما بدنا نحكم الناس، سؤالي شو اللي خلى ملايين الناس يصدقوا ضياء العوضي؟ لأن هيدا سؤال بخص نسبة كبيرة من الوطن العربي. خلينا أول شيء أشرح للناس المحظوظة اللي لسه ما سمعت عن نظام الطيبات. شو هو نظام الطيبات؟ ببساطة هو نظام غذائي روجه شخص اسمه ضياء العوضي. الفكرة بسيطة جدا، هاد بالذات شطارته. العوضي قسم الأكل لقسمين، قسم الطيبات، لاحظوا الوصف، وهي بتتضمن مثل ما قال اللحمة الحمراء، السمك، الرز، البطاطا، الجبنة الصفراء وزيت الزيتون. والجزء الثاني سماهم خبائث، وهي الدجاج، البيض، الحليب، البقوليات والخضرة النية. بس مش بس هيك، العوضي كمان قال إنه التدخين مش ضار، وقال إنه الفشل الكلوي خرافة. واو، كمان قال إنه الكيماوي بيزيد شراسة السرطان، ونصح الناس إنه توقفوا. إذا فاكرين بس هيك، لا مو بس هيك، كمان نصح الناس اللي عندها السكري أنهم يوقفوا الأنسولين. نقابة الأطباء المصرية كتر خيرهم ما انتظرت كتير، وشطبته من السجلات وسحبت منه رخصة المزاولة قبل وفاته ب40 يوم. بس كان في ضحايا. طيب ليش الناس صدقت ضياء العوضي؟ أول شي بدي أخبركم أن الناس اللي تبعوا العوضي مش بالضرورة هي الفئة الجاهلة أو الغير متعلمة، كتير منهم كانوا متعلمين، حتى كان في منهم دكاترة، أشخاص أكيد خايفين على صحتهم. طيب كيف صار هيك؟ لنبلش بالطب التقليدي خاصة بالعالم العربي، لأنه فيها مشاكل حقيقية. فيهم دكاترة ما بيكون عندهم وقت يشرحوا، عيادات بتحسسك أنك مجرد رقم، وأدوية غالية، ونظام صحي تعبان. وقتها لما حدا بيجي بيحكي لك أنا هون وعندي وقت وعندي إجابات، القلب أكيد بيميل. وهو كان قاعد على التيك توك، يعني عم يعطي نصايح ببلاش، فالناس صارت تسمع. العوضي قدم حاله على أنه واحد اكتشف الحقيقة اللي شركات الدواء عم بتخبيها. هذا الفريم يا جماعة شغال جدا بالوطن العربي، يعني نظريات المؤامرة اللي بيعطيك إحساس أنك أذكى من البقية، أنك صحيت لما غيرك نايم. طيب يا قرين، ما سمعتي عن الناس اللي قالت أنهم اتحسنوا بنظام الطيبات؟ أكيد سمعت عنهم، وفي تفسيرين أبسط من بعض على هالقصة. أول شي البلاسيبو. البلاسيبو يعني جسمك بيتحسن لأنك آمنت أنه رح يتحسن. هاد مش مسخرة، هيدا علم موثق. البلاسيبو شغال فعلا على الألم والتعب والناس اللي عندها قولون عصبي ومشاكل صحية سطحية. بس ما بيشفي السكري، ما بيعالج الأورام، وما بيعالج الفشل الكلوي. وإذا هيدا الشخص نفسه صدق حاله وكفى بنظام الطيبات، بضمن له أنه وضعه يصير أسوأ على المدى البعيد. والتاني على الأغلب كذاب، يعني لا جرب النظام ولا حتى عم يفكر أنه يجربه. على الأغلب عارف تماما شو معناه أنك توقف الدواء من دون إشراف طبي. طيب ليش لا يكسب؟ يا أما شايف موجة وركبها، جمهور، مصلحة، بزنس، أو الأسوأ من هيك مريض نفسي مستعد أنه يأذي ناس ما بيعرفون بادعاءات كاذبة وما عنده مشكلة بهالقصة. خلينا نحكي على الكاريزما، ما رح نكذب على حالنا. العوضي كان متكلم شاطر، واسع، واضح، محدد، بيرد على كل سؤال هيك بثقة. هيدا النوع من الثقة لو ما كان عنده أساس علمي هون الخطر. ليش مصر حظرت المحتوى؟ بعد الوفاة مباشرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري أصدر قرار حظر كامل، ممنوع نشر أي محتوى عن العوضي أو نظامه. بس يا جماعة الحظر وحده ما بيحل المشكلة، لأن المشكلة مش بس بالمحتوى، على المحتوى مصيبة إيه، بس المشكلة إنه في ناس ما عندها القدرة أنها تدفع للدكتور. فلما حدا مثل العوضي بيقول له إنه الحل بالأكل رح يجرب. وفي ناس ما عندها وصول لمعلومة طبية صح، فبتصدق أول صوت واسع بتسمعه.
وفي نظام صحي بالعالم العربي بحسسك أنك رقم مش بس مريض. لما هدول القصص تجتمع مع بعض ضياء العوضي بيصير بطل. ما ننسى طالما في جهل بأبسط مبادئ الطب والعلم رح يطلع ناس مثل ضياء. المشكلة مش بس بضياء العوضي، المشكلة أنه الفراغ كان موجود وهو بس ملاه. رح اتهاجم أكيد على هالفيديو بس whatever. لازم حدا يخبركن، فوقوا يا جماعة.